ورجعنا لكم من جديد بفيلم هندي جديد. يلا بينا. بيبدأ الفيلم بسيا اللي كانت فرحانة بالمطرة، ولما وقفت اتضايقت وبتقول لها وقفت ليه مطرة، وبتترجاها تمطر تاني. وبيشوفها واحد اسمه روني وبيتريق عليها، ولما بتشوفه بتقول له في حاجة، بيقول لها عايز اكلم المطرة انا كمان بس مستنيكي تخلصي، وبيفضل يضحك. فبتقول له امشي، بس السواق بيشد الفرامل وبيحضنوا بعض بالغلط. فبيسرح في جمالها، بس هي بتشيل ايده وبتروح تقعد مع امها. وروني بينزل من القطر وبيشوفها من الشباك وبيبعت لها بوسه، فبتلف وشها وبتضحك، وبتنزل له وبتقول له اسمع انسى اللي في دماغك، انا مستحيل احبك. فبيضحك وبيقول لها احنا لسه في البدايه، فبتعجب بيه وبتسيبه وتمشي. وبيشوفها راجل وبيحبها وبيكون زعيم عصابه كبير، وبيركبوا القطر. فبتقول له ابويا مركبش، فبينزل يشوفه بس بيطلع في القطر. وبتنادي روني فبيجري عشان يركب، بس بيقع وما بيلحقش، والقطر بيمشي وهما الاتنين بيزعلوا. وراجو بيروح لابوه معلم الكونغفو المشهور وبيسلم عليه. وبيروح روني مدرسه كونغفو، وابو راجو بيكون المعلم بتاعها. وروني بيدخل عليهم الحصه وبيقاطع المعلم وبيقول له ابويا بعتني ليك برساله. فبيفتح الرساله وبيقراها، وبيطلع انهم كانوا صحاب. وبيقول له هكون ميت اما توصل لك الرساله، اهتم بابني وخليه انسان محترم لانه مستهتر ومش بتاع مسؤوليه. فبيقوم له وبيساله عندك كام سنه، فبيقول له 23. فبيقول له انا 68. فبيتريق عليه، فبيمسكه ويقلبه على الارض. فبيقوم وبيقول له ما بضربش العواجيز، فبيمسكه تاني وبيقلبه على الارض. وبيقول له تنام بعد ما انام وتصحى بعد ما اصحى، وبيسيبه ويمشي. وبيوري له قط واحد اسمه رامن وطفل اسمه سيبهو، وبيسالهم عن السرير والتكييف. فبيجيبوا له حصيره ويفتحوا له الشباك، وبيقولوا له اعمل الاكل للطلاب قبل ما يجوا من سباق القوارب. وبنشوف سباق القوارب وسيا بتكون هناك، وراجو بيكون مشترك في السباق. ولما بيشوفها بيفرح وبيلعب بكل قوته وبيكسب السباق. وبعد السباق بيدور على سيا، بس بتكون مشيت وبتعدي من قدام روني وما بيشوفهاش. والدنيا بتمطر وسيا بتفرح قوي، وروني بيشوفها وبيروح لها. فبتتاسف له انه مركبش القطر بسببها. فبيقول لها ايه لازمه ركوبي في قطر ما فيهوش ولا بنت حلوه. فبتسيبه وتمشي. فبيروح لها ويقول لها كل ما السما تمطر بنتقابل. وفجاه المطره بتوقف. فبيقول لها لو ليها نصيب نتقابل تاني، هنتقابل لما السما تمطر. فبتبتسم وبتمشي. وراجو بيكون بيدرب الطلاب ومحدش قادر عليه، وروني بيشوفه وبينبهر بقوته، بس بيسرح في سيا فطالب بيعوره. فبيمسكه ويكسره وبينزل فيه تخبيط، بس ابوه بيجي وبيقول له تدريب خلص وبيسيبه ويمشي. وبالليل روني واصحابه بيتجمعوا هنا، وابو سيا بيقعد معاهم وبيفضلوا يشربوا. وتاني يوم بيضربوا روني عشان اتاخر في النوم، وبيخلوه ياكل طلابه ويشتري الخضار ويمسح الارض لحد ما بيجيب اخره وبيكون مش قادر يكمل. وتاني يوم السما بتمطر وسيا بتكون رايحه لروني، بس راجو بيجي لهم وابوها بيقابله. وراجو بيقول له عايز اتجوز بنتك. فبيقول له بنتي لسه صغيره. فبيطلع له شنطه فلوس. فبيقول له جهز دعوات الفرح. وسيا بتروح لروني بس ما بتشوفوش، وبيكون قاعد الناحيه تانيه. بس لما بتكلم المطره وبتقول لها مطري عند بيته خليه يجي، روني بيسمعها وبيجي لها وبتفرح لما بتشوفه. وبيخرجوا سوا وبيقضوا وقت جميل مع بعض. وبتلبسه الخاتم ده وبتقول له ما تقلعوش ابدا، وبتسيبه وتمشي. وبعدها بيشرب كتير وبيروح البيت مش في وعيه. فالمعلم بيقول له انت مش في فندق. فبيقول له انا ابويا اللي غاصبنا اتدرب هنا، مع انك ما بتعلمنيش وبتخليني امسح واطبخ. وبيكون سايبه وماشي. فبيضربه في بطنه، فبيرجع كل اللي شربه. وما بيعرف انه شارب بياخده قدام المرايه. وبيقول له الغزاله بتصحى بدري عشان تجري وما تبقاش فريسه، والاسد بيصحى بدري علشان يصطاد وما يموتش من الجوع، وانت لازم تركز في التدريب ويبقى عندك هدف. فبيتريق على كلامه وبيقول له فين التدريب ده. فالمعلم بيضربه، لكن بيصده وبيستغرب من سرعته والمهارات اللي اتعلمها، وبيفهم ان اللي كان بيعمله كان هو تدريب. والمعلم بيقول له انت بدأت تدريب من اول يوم. فبيتأسف للمعلم وبيبدأ يركز في التدريب، والمعلم بيعلمه اصول الكونغفو. وبيرجع يكمل شغله بحبه وبيسمع كلام المعلم، وسرعته بتزيد اكتر ومستواه بيطور جدا. وراجو بيغير منه عشان ابوه مهتم بروني جدا وبقى بيحبه اكتر منه. وتاني يوم روني بيخرج مع سيا بس بتشوف ابوها. فروني بيركبها في توك توك وبتمشي. وابوها بيقول له روني ليه مشيت صاحبتك، بس بيشوف في ايده الخاتم فبيعرف ان صاحبه روني تبقى بنته. وبيجي ياخد الخاتم فروني بيرفض. فبيروح يحكي لراجو، فراجو بيقول له هقتله. وابوه بيسمعه وبيقول له مش هسمح لك تقتل اي حد طول ما انا عايش، وبيسيبه ويمشي. فراجو بيحط له سم في الاكل وبيموته. وبيبعت رجالته يخطفوا روني بس ما بيعرفوش، وبيخطفوا سيبه. وروني بيفضل يجري وراهم بس بيقفوا وبيقولوا له تعالى خده. فبيقول لهم هاتوه. فبيرموه لبعض وراسه بتتخبط في العربيه. وروني بيشوفه اتعور فبيتحول عليهم وبينزل ضرب فيهم، وبيحاولوا يمسكوه فبيكسر دماغهم وبيخلص عليهم. وبياخدوا سيبه ويمشي، بس روني بيجري وراهم وبيضربهم بس ما بيلحقهمش، وبيفضل يندى على سيبه وبيبقوا واقفين بيه فوق السطح. فبيوقع القصعه دي عشان يشوفه. فبيشوفه وبيرمي الراجل بطوبه وبيسيبه، وروني بيمسكه وبيحوطوه تاني. فبينزل سيبه وبيدور فيهم الضرب، وبيرمي واحد على الاسمنت وبيكسر الطوب بدماغ تاني. وبيمسك السيخ من الراجل ده وبيغرزه له في رجله، وبيكسر رجل الراجل ده وبيكسر بدال الحيطه. وزعيمهم بيفكر
وبيفكر انه ياخد سيبه، فروني بيكسر له دماغه وبيخلع الماسوره يموته بيها، بس سيبه بيمنعه، وراجو بيجي فجأة وبينزل ضرب في روني، وروني ما بيبقاش قادر عليه وبيفضل يحاول معاه بس بيكون اقوى منه وما بيعرفش يعمل معاه حاجه. فبيجري يمسك خرطوم البنزين وبيرش عليهم وبيطلع ولاعه وبيقول لهم ايه اللي حصل لكل ده. فراجو بيقول له ابعد عن سيا لاني بحبها. فروني بيغرق نفسه بنزين وبيقول له انا مستعد اموت عشانها، لو بتحبها بجد قرب وموت معايا. فراجو بيثبت وما بيتحركش. وتاني يوم بيحرقوا المعلم وروني بيفضل يعيط وبيقول له انت خليتني انسان تاني، وبيقول له اوعدك هنشر تعليمك ومش هعمل حاجه غلط ابدا. بس فجأة الشرطه بتيجي وبتقبض على روني علشان اتخانق في الشارع، والشرطه بتاخده وبيمشوا، وبيطلع ابو سيا وراجو هما اللي بلغوا عنه، وابو سيا بيدفع كفاله لروني وبيطلعه، وبيروح لسيا وبيقول لها ابوك عايزنا ننفصل وطلعني عشان اجي احكي لك وما تصدقنيش. وفعلا ما بتصدقوش وبتقول له ما كانش دافع لك الكفاله، بس بيقول لها فات الاوان وانا قررت اسافر عشان انشر تعليم معلمي، وبيسيبها ويمشي. وبتروح البيت وبتعيط، وابوها بيعور نفسه وبيدخل عليهم وهو متبهدل، وبيقول روني اللي ضربني وقال لي مش عايز بنتك ورمى لي الخاتم في وشي. في الوقت ده القطر بيوصل وروني بيسافر، وسيا بتقرر تسيب البلد وتركز في تمثيل، وابوها بيبقى فرحان. بس راغو بيخلي رجالته يعرفوا مكانها، وبيجيبوا له مجله عليها صورتها وعنوان التصوير، فبياخد رجالته وبيروح لها وبيضرب ابوها عشان هربها، وبتظهر سيا وهم واقفين فبيخطفها وبياخدها على المطار. واما ابوها والمنتج بيبلغوا الشرطه بتخاف تتدخل. وفي الوقت ده راغو بياخدها ويسافر، وبيروحوا لعضو سياسي كبير بس برضه بيخاف من راجو. وراجو بيوصل تايلاند وسيا بتكون مغمى عليها وبيحبسها في الاوضه دي، وبيروحوا للوزير وبيقول لهم ما نقدرش نعمل لهم حاجه هم في تايلاند. وبيطلعوا بره، ابوها بيقول انا عارف مين هيقدر يرجعها. في الوقت ده سيبه بيكون عايز عمليه بفلوس كتير، وروني ما بيكونش معاه فلوس. فالمنتج بيروح له وبيقول له انا جودي منتج الافلام، كنت بصور فيلم والبطله اتخطفت، عايزك ترجعها لي وهدي لك فلوس كتير. وبيوريه صوره سيا فبيرفض وبيسيبه ويمشي، بس ابوها بيقول له بيحبها وهيوافق. فبيروح له تاني وبيقول له غيرت رايك، فبيقول له هرجعها بس مش عشان الفلوس، وبيسافر تايلاند. في الوقت ده راغو بيدخل على سيا الاوضه، فبيلاقيها متعصبه وبتكسر كل حاجه، فبيقول لها ما تخافيش، عارف ان الحياه جديده عليكي بس لما نتجوز هتتعودي. فبتضحك وبتقول له مستحيل. فبيقول لها انت خلاص بقيتي ملكي ومحدش هيعرف ينقذك. في الوقت ده روني بيوصل وبيجمع معلومات عن راجو ورجالته، وبيوصل لواحد صاحب صاله ملاكمه اسمه جيم، وبيسال عن عنوان الصاله، والاتنين دول بيوصلوه. وبتكون الصاله شغاله بالمراهنات، وروني بيدخل وبيشوف مصارع محدش قادر عليه، وجيم بيكسب فلوس من وراه. وروني بيشوف كاميرات في المكان فبيقرر يلعب عشان جيم يشوفه، والكل بيكون فاكر روني هيخسر، وبيبدا اللعب وروني بيهزمه بضربه واحده، وجيم والكل بيتصدموا وبيخسر جيم فلوس كتير، وبيتضايق وبيروح لروني البيت. وروني بيجري في الشارع وهم بيجروا وراه، وبينط من العربيه دي وبيطلع على العربيه دي وبيضرب واحد وهو بيجري، وبيفضل يضربهم من فوق العربيه، وبيدخل السوق وبيتشقلب على الخشبه دي وبينزل برجله على دماغ واحد منهم، وبيمسك الراجل ده من دراعه وبيرميه على الحيطه، وبيدخل السقاله القصب دي وبينزل ضربه فيهم، وبيطلع فوق وبيطلعوا وراه، وبيجري على السطح وبينط على صندوق كهرباء، وبيمسك في السلك وبينزل في الشارع، وبيوصل لجيم وبياخد منه المسدس وبيرفعه عليه، وبيقول له فين مكان بيجو، فبيخاف منه وبيعرفه. فبيروح لبيجو وبيضربه وبيرفع السلاح على مراته، وبيقول له فين سيا، فبيقول له خلاص هعرفك، هتلاقيها موجوده في عماره عليها حراس كتير محدش بيقدر يعدي منهم، ولو عديت منهم ففي اول دور هتلاقي رجاله مسجلين خطر، اما الدور اللي بعده ففيه مقاتلين ومحترفين سيوف وكاراتيه، ولو عديت من كل دول فهتقابل يونغ وده ما كانت قتال صينيه، واخر دور فيه سيا. في الوقت ده راغو بيدخل عليها وبيلبسها العقد، بس لما بتصحى وبتلاقي قريب منها بتزقه على السرير، فرجالته بيخبطوها على دماغها، وبيتصل ببيجو وبيقول له سيا في المستشفى. فروني بيقول له فين المستشفى، فما بيرضاش يقول له، فبيقتل مراته وبيعرف مكان المستشفى، وبياخد جيم في شنطه العربيه وبيروح على هناك، وبيتنكر في لبس دكتور وبيدخل لسيا الاوضه، وبيشيل الماسك وبتتفاجئ لما بتشوفه، وجيم بيكلم يونغ وبيقول له واحد هندي خطفني. فراجو بيفهم انه روني وبيجري يدور عليه، وبيشوفه من ظهره وبيرفع عليه المسدس وبيقول له يشيل الماسك، فبيشيل الماسك وراجو بيتصدم، بس روني بيرفع المشرط على رقبه سيا وبيقول لهم لو اتحركتوا هقتلها، فبينزلوا اسلحتهم، وروني بياخدها وبيهرب، وبيركبوا العربيه، وواحد بيضرب عليهم نار فبيشيلوه بالعربيه، وبيدخلوا بالعربيه في البوابه وبيهربوا من راجو، وبيركبوا المركبه دي وما بيكلموش بعض طول الطريق، وبيوصلوا لجزيره في وسط الميه، وسيا بتقول له ما توقعتش انك هتنقذني والسما بتمطر، فبيقلع قميصه وبيحطه على كتفها، فبتشوف الخاتم لسه في ايده، فبتعرف ان ابوها كان بيكذب، وبتحكي لروني كل اللي حصل لها، وروني بيحكي لها اللي حصل معاه، وبيرجعوا تاني لبعض وبيقضوا سوا وقت جميل. بس فجاه
وفجأة بيخبطوا روني بالمسدس على راسه وبياخدوا منه ساعة وبيفضلوا يضربوه. ويونغ اللي اخوه مات بيجي، وكمان بيجو اللي روني قتل مراته، وراجو بيقول لي بيجو خلص على روني، فبيمسك المسدس وبيضربه بالنار وبيرميه في الميه، وبياخد ساعة ويمشي وبيفضل يكلمها بس هي ما بتبقاش معاه. بس فجأة الساعة بتمطر وبتحس ان روني لسه عايش، وفعلا روني بيكون عايش وبيدخل على الرجالة دول بيكسرهم وبيرمي الراجل ده من على السلم، وبيطلع الدور اللي بعده وبيرمي الراجل ده من فوق، وبيكمل طلوعه وبيكسر بالراجل ده تلاجة، وبيكسر الترابيزة بالراجل ده، وبيرمي الاتنين دول على بعض وبيطلع الدور اللي بعده، وبيشيل الراجل ده وبيقلبه على الترابيزة وبيكمل ضرب فيهم. والراجل ده بيضرب جرس الانذار وبيشوف روني وهو مكسر الرجالة، وبيقول لي بيجو مش قلت لك تقتله؟ فبيقول له هو على حق، وطلع روني ما قتلش مراته، وبيجو رمى طلقاته وهما ماشيين، فراجو بيقتله وبيبعت رجالة تانية لروني، بس روني بيضربهم وبيكسر عظمهم وبيخلص عليهم كلهم، وبيدخل على المقاتلين وبينزل تخبيط فيهم، وسيا بتكون هربت، فبيقول لي يونج خلص عليهم، فبيروح لروني وبيفضل يضرب فيه وبيقول له قتال الصيني اقوى من الهندي، فروني بيضربه وبيكسر رجليه وبيقول له البضاعة الصيني ما بتقعدش كتير وبيخلص عليه. وسيا بتروح له وبيقول لها واحد فينا هو اللي هيخرج من هنا، يا اما انا يا اما هو، وبتبدا المعركة ما بينهم وبين راجو، وراجو بيرفس روني وبيدي سيا خبطة بيطيرها، وروني بيدخل عليه بس راجو بيصد كل ضرباته وبيمسك روني يضربه، وبيقول له انا قتلت ابويا عشان اتجوز سيا، فمش هتيجي انت وتمنعني. بس روني بيتصدم وبيقرر ينتقم للمعلم بتاعه، وبيقول لراجو المعلم ما ماتش لانه عايش جوايا، وبيعمل حركات المعلم كانه هو بالظبط، وبيديله خبطة بيطيره، وبيكسر له عموده الفقري وبعدها قفصه الصدري، وبيفرتك له دماغه وبيخلص عليه، وبكده يبقى خد بطار معلمه، وبيقرر يرجع يعلم الطلاب، وبيقدم التحية لتمثال المعلم وبيكمل المشوار من بعده. وكده خلص الفيلم. لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان نخش على الفيلم اللي وراه. السلام عليكم.